البحر ويا منارة الجنوب من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معشر المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وضمن برامج شبكة السلام الفضائية ومع البرنامج الأسبوعي قضايا أريتريا، يسرنا ويسعدنا أن نلتقيكم في حلقة جديدة. ومع هذا البرنامج يطيب لنا بإذن الله أن نتجول في موضوعات تهم وطننا العزيز وتهم مجتمعنا بشكل عام، وبالخصوص في هذا اللقاء يسعدنا أن نتناول. وقبل طرح الموضوع نرحب بضيف البرنامج فضيلة الدكتور الشيخ حسن سلمان. أهلا وسهلا، مرحبا بك بالمشاهدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ويسدد. المشاهدون الكرام، ضمن اهتمامات هذا البرنامج وهذه القناة تناول ما يشغل المجتمع، وخاصة بعض الآفات التي تصب في أن تهدم في كيان المجتمع وبالخصوص الشباب. ولا شك أن الشباب محل عناية المجتمع وعناية الدولة وعناية الأمة وعناية كذلك الأسرة، ومن هنا وجب أن نكون دائما وأبدا على تنويره وعلى حمايته في كل الأمور. ومن هذه الأمور التي تحتاج إلى التناول وتحتاج إلى المعالجة وتحتاج دائما إلى التذكير بها ما يشغل هم المجتمعات في خاصة الشباب. ومن هذه الآفات التي انتشرت في أزماننا هذه ما يتعلق بما يؤثر في عقول الشباب، ألا وهو خطر المخدرات. هذه الآفة وهذا الداء العضال لا شك أنه مما يهدم بنية المجتمع عبر شبابه، وهو خطر ماحق يحتاج دائما وأبدا أن نذكر وأن نعرف وأن نكون بإذن الله محل توضيح وبيان في أخطار هذه الآفة. وفي البداية كمدخل إن شاء الله تعالى نحب أن نتعرف ما هي المخدرات، حتى من ناحية الشرعية، كيف الإسلام وكيف القيم وكيف الدين يحمي هذه الفئة. في البداية إن شاء الله نتعرف ما يمكن أن يكون هذه الآفة، ما هي وما مكوناتها وماذا تشمل. فليتفضل فضيلة الدكتور مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جزاك الله خير على هذه المقدمة. وقبل التعريف لموضوع المخدرات لا بد من التأكيد على ما تفضلت به في قضية عناية الشارع وعناية الشريعة بحماية مقاصد 5، هي مقصد الدين ومقصد النفس ومقصد العقل ومقصد النسل ومقصد المال. وموضوع المخدرات أو موضوع المسكرات غالبا ما تؤثر في مقصدين من هذه المقاصد. تؤثر في مقصد النفوس من حيث سقمها وأمراضها وعللها وإشكالاتها وتلفها، كما تؤثر كذلك على مسألة العقول. ولذلك جاءت الشريعة بحماية العقول من حيث حفظ العقل في أن يكون عقلا فعالا وليس عقلا خاملا. فكثير من الآيات في القرآن الكريم تتحدث عن العقل والاهتمام به، أفلا تعقلون أفلا يعقلون. وكذلك تحث على التفكر، أفلا يتفكرون أو لقوم يتفكرون. فالاهتمام بهذا العقل الذي من الله سبحانه وتعالى به على الإنسان من أهم المقاصد الشرعية. خطورة المسكرات أو خطورة المخدرات أنها تعطل هذا الاتجاه تحديدا، أو له مساس مباشر بموضوع العقل وسلامة العقل.
ولهذا نلاحظ أن الشريعة حرمت مثلا كل أشكال المسكرات سواء من خمر أو غيرها، كما أيضا حرمت في نفس الوقت أيضا المخدرات التي تتسبب في الفتور. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه نهى عن كل مسكر ومفتر، نهى عن كل مسكر ومفتر. فتناول العلماء المعاصرون موضوع المخدرات في إطار المفهوم بتاعت المفتر. لماذا؟ لأن المخدر على وجه التحديد إذا أردنا أن نتناول الخاء والدال والراء في إطار اللغة، فإنها التخدير يعني التغطية ويعني الستر ويعني الخمول ويعني الكسل ويعني التغطية. هذه كلها معاني يمكن اللغة تشتمل عليها. أما من حيث الاصطلاح فإن كل مادة طبيعية أو مصنعة تؤدي إلى كسل الإنسان أو غيبة عقل الإنسان أو تغطية عقله أو نشاطا زائدا مؤثرا في طبيعة الإنسان وإخراجه عن سويته الطبيعية، فإن هذا النوع كله يدخل معنا في المخدرات. وأحيانا هذه المخدرات قد تكون والله أشياء طبيعية كما كان في السابق مثل موضوع الحشيش والكوكايين وغيره من الأشياء الطبيعية، وقد تكون كذلك أشياء مصنعة. اليوم دخلت تقريبا حالات التصنيع، وموضوع المخدرات صار يصنع ويعلب ويجهز، وبالتالي قد يكون هذا المخدر الذي يؤثر في عقل الإنسان وجسده قد يكون مصنع وقد يكون طبيعي. وربما المجتمعات حسب وضعها، المجتمعات البدائية تشتغل غالبا بالأشياء الطبيعية، والمجتمعات الحديثة تشتغل بموضوع الصناعة ودخول الصناعة فيه. واليوم تقريبا من أكبر الصناعات في العالم صناعة المخدرات، يعني صناعة المخدرات تقريبا والاتجار فيه، يعني أخطر أنواع التجارة العالمية الآن وأكثرها ربما أرباحا هو الدخول في هذا المجال المحظور الذي يدمر عقل الإنسان ويدمر جسده. فهي ساحة كبيرة جدا للاتجار وساحة كبيرة جدا للتصنيع، وبالتالي تأتي خطورته من هذه الناحية. فمثلا عندنا تقارير عن الأمم المتحدة في سنة 2021 تكلمت عن 275 مليون شخص في العالم يتعاطون بشكل دائم موضوع المخدرات، ثم يتحدثون عن نسبة زيادة مضطردة بشكل يمكن سنوي، حيث تصل نسبة الزيادة إلى 22% مثلا عن وكل ما نمت نسبة السكان بطبيعة الحال سيزداد هذا الوضع. الزيادات في مجموعة قارات، فالقارة الأفريقية فيها امتداد كبير جدا للمخدرات، وكذلك القارة الأوروبية فيها عدد من المخدرات. فعلى كل باختصار موضوع إنه والله ما هي المخدرات؟ هي المخدرات تدخل معنا في موضوع ما هو مفتر كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نلاحظ أن الشريعة لما حرمت الخمر لوجود النصوص الشرعية فيه في موضوع السكر، كذلك ألحقوا بها لأنها وردت في نفس النص، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، وهذا طبعا من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسكر كان واضح في ذلك الوقت، لكن موضوع المفترات ربما زادت الآن في مجتمعاتنا المعاصرة. نعم، أحسن الله إليك فضيلة الدكتور على يعني هذا البيان وهذا المدخل الذي يجعل المستمع على بينة ويجعله كذلك على معرفة ب يعني هذه الأنواع، وأنها حقيقة قد تتعدد بأشكال وبصنوف مختلفة ومن مجتمعات إلى مجتمع. الحقيقة فضيلة الدكتور يعني نلحظ أن الهجمة دائما يعني على الفئة الحية في المجتمع، وخاصة يعني فئة الشباب، فهي مستهدفة إعلاميا، كذلك هي مستهدفة من يعني عبر هذا الداء، يعني من أعداء الإنسانية نستطيع أن نقول في مجتمعاتنا المسلمة وفي غيرها. يعني هذا داء يكاد يكون داء عالمي، ولهذا يعني نسأل هنا لما استهداف الشباب خاصة بهذه الآفة وهذه الجماعات؟ الموضوع بتاع استهداف الشباب هو حقيقة له عدة مداخل كما تفضلت. هنالك المدخل السيء والقصد السيء بطبيعة الحال حول أن تكون هنالك مجموعات أو مكونات إنسانية، ونصنفهم نحن بالنسبة لنا أعداء، ينظرون إلى بقية الشعوب بأنها ساحة يجب أن يستهدف شبابها، يستهدف قيمها، تستهدف هويتها.
وهذا لاحظناه حقيقة في العديد من البلدان الأفريقية على وجه التحديد. فمثلا قبل إسقاط أي نظام من الأنظمة أو قبل أن يعملوا في مجتمع خطة معينة، فإنهم يحاولوا أن يدخلوا بهذا المدخل الخطير وهو تغييب عقول الشباب، لأن هذا الشباب هو الذي سيقاوم خططهم، وهو الذي سيتحداهم، وهو الفئة العاملة، وهي الفئة المنتجة، وهي الفئة الفعالة. وبالتالي إذا أرادت طبعا بعض الجهات، سواء كانت جهات داخلية أو كانت جهات خارجية، إنما نتكلم عن الداخل، قد تكون هنالك أنظمة أو شخصيات أو أجهزة فاسدة داخل المجتمعات تقوم على استهداف الشباب حتى لا يكون هنالك مطالبات مثلا لها علاقة بالأنظمة السياسية، أو تكون هنالك والله قوة خارجية كذلك تستهدف شعب معين وبلد معين، وبالتالي الفئة هذه تستهدف لفاعليتها لأهميتها في المجتمعات. فإذا صلح شباب أي مجتمع فإن لهذا المجتمع سيكون له مستقبل. هذا جانب. الجانب الثاني أيضا له علاقة بموضوع التجارة نفسها، قضاء التجارة. كبار السن غالبا يتسمون بنوع من الرشد، يتسموا بمعرفة المضار، وكلما عرف الإنسان أضرار الشيء إذا كان شخصية كبيرة فإنه يتجنب هذا النوع. الأطفال أيضا يحرصوا قدر الإمكان أنه ما يتعرضوا المتابعة لهم مباشرة من أهلهم، لكن الشباب أول ما يدخل الشاب مثلا في مرحلة عمرية الشباب يميل إلى المغامرة، يميل إلى المخاطرة، يميل كذلك إلى التمرد، أحيانا عنده الفراغ. بعض الشباب يكون تخرج وما يجد عمل، مساحات العطالة موجودة. فالأسباب عموما التي يمكن أن تؤدي إلى الدخول إلى هذه الظاهرة متوفرة في الشباب بنسبة كبيرة، وبالتالي يستهدف كذلك باعتبارهم فئة قابلة لهذا النوع من الممارسات أكثر من بقية الفئات. أيضا لو نظرنا إليهم ككتلة بشرية، اليوم في بعض القارات مثل القارة الأفريقية وبعض البلدان فيها نسبة الشباب في كثير من الدول تصل إلى فوق 60%. فعندما تستهدف الشباب استهدفت الكتلة الأكبر، استهدفت كتلة كبيرة جدا بتجارتك التي أنت تسعى كذلك إلى ترويجها. فعلى كل لا يخلو الأمر من أهداف ذات طابع اقتصادي، ومن أهداف ذات طابع كذلك مراعاة الحالة النفسية لهذا الجيل الذي هو نسميه جيل الشباب، وعرضته عموما لكثير من المشكلات التي يحاول أن يهرب منها من خلال تغييب عقله عن طريق المخدرات. وبالتالي هو ساحة على كل للاستهداف المحلي وكذلك الاستهداف الخارجي. نعم، كما تفضل فضيلة الدكتور، حقيقة يعني المداخل من هؤلاء النافذين في هذا الداء ومن يقوم عليه، نعم كما سمعنا تتعدد أهدافهم. فئة من الشباب لأنهم يتناولوا العمر السني والعمر هذه العطاء الذي يتميزون به، وفئات أخرى أيضا حقيقة مسائل الترويج كذلك هذا العنصر هو أكثر من يمكن أن يتقلقل أو يوصل هذه، وخاصة عندما تكون هنالك رقابة وهناك جهات ممكن أن تتتبع هذا الترويج وكذا، فمن يتحايل ومن يزجون بهم في هذه الأتون. ومن هنا حقيقة يجب أن نرشد ويجب أن نوعي الشباب أن لا يكونوا لا متناولين ولا كذلك فيما يأتي إن شاء الله من الحديث في هذا الإطار. فقد أيضا جانب الضعف الاقتصادي أيضا كما أشرتم ملحظ أنه ممكن من لا يجد عمل عبر هذه الوسائل أو عبر هذا الداء قد يغرى بشيء من الأموال ويظنه مكسبا سريعا فيقع من حيث لا يدري في نفسه. قد يكون هو ربما مدرك أن هذا شيء يضر بصحته ويضر بالمجتمع، لكن العامل المال ربما يغريه، وبالتالي يقع في حبال هذه الشبكات فيكون صيدا لمن يريد أن يوقع به. عموما الحذر من هذا لا شك في جوانبه المختلفة واجب التنبه إليه. لكن نأتي هنا فضيلة الدكتور لواقع مجتمعنا كانتشار أو ظهور هذه الحالة في شبابنا سواء في الداخل أو في المهجر. كيف تنظرون هل هي مقلقة، وهل تحتاج إلى
مزيد من الإثارة ومزيد من التنبيه، يعني هل هي كالمجتمعات الأخرى نستطيع أن نقول، أم أنه يعني الحذر يعني أيضا يجب أن يكون حاضر والتوجيه قائم في هذا الصدد؟ نعم. وبالنسبة للحالة الإريترية طبعا الأمور مثل هذه تحتاج إلى مراكز بحوث ودراسات سواء من داخل الدولة أو من خارج الدولة حتى يتم التعرف على حجم التعاطي للمخدرات في وسط الشباب الإريتري سواء داخل البلاد أم خارجه. عموما في الداخل يبدو أن الأمر أكثر ضبطا في داخل إريتريا، موضوع الترويج للمخدرات أو تعاطي المخدرات، لأن هنالك تعامل صارم فيما يتعلق بترويج المخدرات والتعاطي فيه، خاصة تجارة المخدرات. والتجار يخشون بطبيعة الحال كما يقولون رأس المال جبان، يعني التاجر لا يحاول أن يغامر في مساحات فيها صرامة أمنية وصرامة قضائية وصرامة عموما في طبيعة السلطة. في الواقع في داخل إريتريا يعني ربما لو نظرنا أو عملنا مقارنة ما بين المخدرات والمسكرات ستلاحظ بأن الدولة متساهلة مثلا في المسكرات. يعني موضوع الخمور مثلا ليست هنالك إشكال باعتبار أنه في تصنيع للمسكرات والخمر وفي كذلك ترويج للخمر وفي مواقع مفتوحة للخمر، وهذه طبعا تحتاج إلى نوع من الانسجام عموما، إنه والله كيف أنت تريد أن تحارب المخدرات وفي نفس الوقت أنت سامح لموضوع المسكرات، بينما هو كلاهما يفترض أن ينالوا الحظ. عموما ربما لأن موضوع المخدرات عموما عليه اتفاق عالمي في محاربته وأنه مجرم وأنه كتجارة لا يتم التسامح فيه، وهنالك نوع من السياسة الدولية عموما في أنه والله يتم القضاء على ظاهرة المخدرات، لكن ظاهرة المسكرات قد تكون موجودة. فعموما في الحالة الداخلية أعتقد الوضع أفضل كثير من الحالة الخارجية. الحالة الخارجية بطبيعة الحال ستكون لها تشابه بأوضاع البلدان، فأنت إذا أردت أن تدرس أوضاع الجاليات عليك أن تدرس كل بلد وما فيه من نسبة مخدرات، مثلا الحالة الخليجية وكيف فيها نسبة المخدرات، الحالة الأوروبية كيف فيها نسبة المخدرات، وهكذا. فتستطيع من خلال دراسة هذه البلدان أن نتعرف. حقيقة الواحد ما في دراسة الآن وقف عليها حول أوضاع الإريتريين تحديدا في مثل هذه البلدان وحجم التعاطي عموما لهذا النوع، لكن أتصور بأن النسبة قد لا تكون بتلك الحالة التي ربما تكون مزعجة للناس، لأن أوروبا تحديدا الذين ذهبوا، كثير من الشباب الذين ذهبوا إلى أوروبا هم بحاجة إلى أن يكونوا في وعي على الأقل يستطيعوا يمارسوا حياتهم العملية، فليس هنالك مجال أنك أنت والله تتلهى بهذا. إذا وجدت فرص عمل أو وجد مجال لأن تشتغل فلا تهرب إلى هذا النوع من الأفعال. فعموما تحتاج إلى دراسة. لكن بالنسبة للداخل كما قلت لك هنالك نوع من الضبط والملاحقة والتعامل الصارم كذلك مع من يقع في يده هذا النوع من التجارة. شكر الله لكم. الحقيقة يعني من ضمن الملاحظات في المحجر كان في السودان في قبل أحداث السودان انتشر ما يتعلق بما يسمى بالآيس، وكان حقيقة هنالك شكل مزعج لانتشاره وربما قوة معادية للمجتمع السوداني، وطبعا وجود الجالية ويعني بعدد كبير، فكانت هنالك حتى حقيقة استهدافات متعددة حتى للصغار وغيرهم. عموما سوف نأتي إلى ما يمكن يعني أن نحمي به هذه الفئات، لكن قبل هذا ممكن أن نتناول جانب التوعية كمؤثرين كعلماء كنافذين في وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك كيف يمكن أن نخلق حقيقة حالة من الوعي العام من خلال المنابر المتاحة في التواصل وفي غيرها في بيان حقيقة يعني آثار هذه المخدرات وضررها وما تؤدي إليه من أمور حقيقة تضيع أعمار هذه الفئة في مجتمعنا. كيف يكون هنالك توعية قوية وتأثير من خلال النافذين والمؤثرين ومن العلماء وغيرهم؟ تفضلوا. طبعا لا بد إذا أردت أن تحارب أي ظاهرة من الظواهر الاجتماعية لا بد أن تقف على أسبابها وأن تقف على مسبباتها حتى تستطيع أن تحارب هذه الظاهرة. فهو طبعا موضوع المخدرات اليوم له عدة أسباب، بعضها له علاقة كما يسمونه التجارة العابرة، تحتاج أن يكون هنالك دول على الأقل تعمل على مقاومة موضوع المخدرات ويكون هنالك مصداقية في هذا التعامل،
لأنه أحيانا التشدد نفسه، الإجراءات المتشددة، يكون من ورائها كذلك بعض المفسدين الذين يشددون في اتجاه ويسهلون في اتجاه. وهذه إشكالية كبيرة جدا تؤدي إلى أن بعض السلطات الفاسدة هي التي تتحكم في حالة انتشار المخدرات في المجتمعات. فتجد أن والله الذي يدخل المعروض يكون قليلا من خلال بعض التشدد، ولكن هذا التشدد يكون لرفع الأسعار التي تحاول بعض القوى المفسدة. لكن خلينا نقول بأن هنالك 3 أسباب لا بد من الالتفات إليها في موضوع المخدرات. السبب الأول هو ضعف الوازع الديني. ضعف الوازع الديني، يعني ستلاحظ معظم الذين يقعون في هذه الدائرة تجد أن هنالك إشكالية كبيرة جدا في موضوع التدين، في رؤية الشاب أو رؤية الشابة لموضوع الحلال والحرام. هذه مسألة. نعم. فبالتالي إذا لم نعظم في نفسية الطفل أو في نفسية الشاب التأكيد على حرمة إخراج العقول عن دائرة الفاعلية، مثل تحريم المخدرات، تحريم الخمر، تحريم كذا، كل ما يؤدي إلى الخلل في الجانب الديني، فإننا لا نستطيع أن. ولذلك الذين يسعون كما تفضلت الآن مثلا، الذين حاولوا أن يدخلوا في تغيير النظام في السودان، كانت الخطط الأساسية من ضمن الخطط، يعني تقريبا جلست لها ورش عمل، كانت بعض الجهات تعمل بصورة ممتازة جدا إن صح التعبير لمحاولة تغييب الشباب وإدخاله خارج منظومة التدين. أنهم كانوا يصنفون بأنه والله كثير من الشباب هم متدينون وعاشوا في ظل نظام يتفهم الحالة الدينية أو يعمل على تكريس الحالة الدينية، فكان العمل على نقيض هذه الحالة هو صناعة جيل متفلت من الأديان، لا يؤمن بالأديان، لا يؤمن بقضايا الأحكام كذا. وبالتالي هذا الجانب سبب رئيسي في موضوع ضعف. إذن وهنا يأتي دور الدعاة. دور الدعاة إنه والله كيف نستطيع أن نعمل على نشر الوعي الإسلامي، نشر منظومة الحلال الحرام، وأن نستحدث على الأقل من وسائل التواصل الاجتماعي ما يجعلنا مباشرين لهؤلاء الشباب. للأسف الشديد هنالك نوع من عدم المواكبة لدى قطاعات واسعة من الدعاة في أن الشباب يتواجدون في وادي والدعاة والعلماء يتواجدون في وادي آخر. ربما يمكن أن نقول يتواجد الدعاة في مناطق الصلاح، بينما الشباب اليوم هم في مناطق أخرى. يعني لا تتوقع أن الذي سيسمعكم من هو داخل المسجد، من دخل إلى المسجد خلاص عرف سلفا إن والله الخمر حرام، المخدرات حرام، سيحرص على حماية نفسه. لكن أولئك الذين ابتعدوا عن المساجد، ابتعدوا عن الساحات الخيرة، هؤلاء هم الذين سيحتاجون إلى مهمة. وبالتالي هذه مهمة الدعاة ومهمة العلماء، كيف يمكن أن يقوموا على كل بهذا الجانب. السبب الثاني هو موضوع الأسرة. نعم. الأسرة تلعب دور كبير جدا في أنه والله كيف تستطيع الأسرة أن تكون قدوة، خاصة الوالدين. فمثلا لوحظ بأن كثير من الدراسات المتعلقة بالمخدرات تجد أحد الوالدين مثلا مبتلى بهذا الشيء أو واقع في هذا الإشكال، أو حتى إن لم يقع في موضوع المخدرات لكن تجده مثلا يسكر، أو أنه والله مثلا يتعاطى السجائر مثلا. هذا الوالد الذي يكون بهذه الوضعية ليس أسوة وقدوة حسنة لولده، وبالتالي الولد أحيانا يقلد والده أو والدته. فهذا أيضا جانب. أيضا في الجانب الأسري ما يتعلق بالتفكك الأسري. الأسرة غير المتماسكة غير المترابطة تسهم أيضا في موضوع ضياع الأبناء، لأن التفكك سيولد في داخل الأسرة إشكالات اجتماعية ونفسية كثيرة. وبالتالي أيضا هذه واحدة من العوامل الأساسية في موضوع المخدرات. أيضا عندنا موضوع الفراغ أو البيئة، صح التعبير، البيئة التي يعيش فيها الشاب أو تعيش فيها الشابة. فإذا كانت مثلا بيئة الأصدقاء أو بيئة العمل أو بيئة الدراسة هذه البيئة غير نظيفة أو غير آمنة، فإنك يمكن أن تتوقع بأن هذه، خصوصا الآن كثير من التجار الذين يعملون في مجال المخدرات يروجون في الجامعات مثلا، يحرصون على أن تدخل تجارتهم إلى ساحة الجامعات، وبالتالي يجدوا متسع. فعندنا جانب الأسرة تحتاج إلى حماية وإلى رعاية وإلى متابعة وإلى إشراف وإلى استماع إلى الطفل أيضا أو إلى الشاب وإلى مشكلات هذا الشاب، حتى تستطيع أن تتعرف عليه في وقت مبكر قبل أن يتورط في أن يتحول إلى مدمن. ومدمن إذا وصل إلى الإدمان مراحل متطورة قد يكون من الصعوبة أن يتخلى عنه.
فإذا عندنا الجانب الأسري، وعندنا الجانب الوازع الدين الذي هو دور العلماء ودور الدعاة ودور المعلمين والمربين ودور المؤسسات العلمية أن يغرسوا في هؤلاء الأبناء هذا الجانب. أيضا عندنا البيئة الصالحة التي تستطيع أن تحمي هؤلاء. فالأسرة بيئة، والشارع نفسه إيه؟ بيئة، والمؤسسات التعليمية بيئة، والأندية بيئة، والمجال بتاعت الأصدقاء بيئة. فلا بد أن نحرص أن هذه البيئة كلها تكون بيئة سليمة ومعافاة حتى نستطيع والله أن نخلق حالة من التعافي لهؤلاء الشباب. وإلا فإن التعرض أيضا من البيئات اللي بتأثر في النفسيات الإعلام. نعم. الإعلام أحيانا بطريقة غير مباشرة أو أحيانا بطريقة مباشرة يسهم بشكل كبير جدا في أن والله يتحلل الشاب من التدين ويتحلل كذلك، وأحيانا قد تكون في ترويج أو يكون في ترويج غير مقصود في هذا الجانب. فهذه كلها جوانب نحتاج حقيقة العمل عليها حتى نستطيع إن شاء الله أن نحارب ونعمل على الوقاية من وقوع هذا الشاب ضحية للمخدرات. أحسنتم. الحقيقة يعني موضوع التوعية القوية حقيقة، ويعني مواضيع المحاضن هذه التي أشرتم إليها، يعني من الأسرة، من المسجد، أيضا يعني ما تفضلتم به من المواقع التي لا يرتادها حقيقة، يعني خاصة بعد الأخيار كالدعاة والشيوخ وغيرها، ينبغي هذه أيضا أن تكون حقيقة محل عناية ومحل حضور من الفاعلين كالأندية وغيرها ومجمعات الشباب. وكذلك عبر التواصل حقيقة يعني يمكن أن تكون هنالك يعني من خلال الفاعلين ومن خلال المؤثرين دور كبير للحماية. والحقيقة في هذا الصدد أيضا الأسر ينبغي أن تكون يعني مفتحة العيون، يعني كذلك تراقب الأبناء، وخاصة في توعية الصغار، حيث أنه كان في بعض الأوقات حقيقة المخدرات تجعل على شكل حلوى وغيرها، ومن هنا ينبغي أن تكون التوعية أنه حقيقة أكل من هذا القبيل أو مأكولات أيضا ممن لا يوثق في تناول مأكولات منهم، فإن تناول حقيقة هذا الصغير أو هذا الشاب الشيء وطعمه، فيعني مجرد التناول الجرعة الأولى قد يكون سبب في البحث عنه وإدمانه. ومن هنا يجب أن حقيقة الأمهات خاصة والآباء أيضا بجانب هذا الأمر أن تكون التوعية حاضرة والمراقبة والمتابعة، خاصة أنه الشرور والاستهداف الآن كبيرة. لكن يجب أيضا أو نحب أن نعرج حقيقة يعني في دور يعني اللي هي دور العلاج، ويعني خاصة لمن أصيب. فإذا كانت حالات نعرفها وقعت في خطر هذا الداء وهنالك دور للعلاج، كيف ترون أنه يعني حقيقة الإنسان يعني من وقع يجب أن نساعده على أن حقيقة يعالج نفسه بطريقة علمية وصحية بدلا أن يفتك به هذا الداء؟ فبرضو بعض الناس ربما يرى حالته هكذا ويترك من هو مصاب وقد لا يأخذه إلى مكان العلاج. الكلام في هذا أيضا لو تفضلتم يكون جيد. جيد. موضوع الحديث السابق كان عن الوقاية، يعني الأسرة تساهم في الوقاية نعم. حتى لا يقع لنا، والدعاة يساهمون، والأندية تساهم، والجامعات تساهم في أن الشاب هذا لا يتعرض إلى لكن إذا وقع الإنسان في هذه المشكلة وبطبيعة الحال تحول بعد ذلك إلى مريض. نعم. ويجب التعامل معه كمريض. وهنا عندما نتكلم عن المرض قد يكون مرض بهذا الشكل، وقد يكون مرض نفسي، وقد يكون مرض عقلي، وقد يكون مرض عضوي، فالأمراض عديدة. وبالتالي لا حرج هنا الأسرة أن تتعامل مع هذا الموضوع بنوع من المسؤولية وبنوع من العقلانية وبنوع من الحرص على أن والله تنقذ هذا الابن، وأنه خلاص هو تورط، وبالتالي يحتاج إلى إما أنك والله تذهب به إلى مواقع العلاج التي يكون فيها استقرار ويكون فيها تتبع، أو أيضا يحرص أو يتم الحرص على أن يتم علاجه داخل البيت. وهنا يلزم على كل المتابعة، لأنه هو خلاص اعتبرناه مريض، وسيحرص كل الحرص على أنه لابد أن يجد جرعته هذه التي ابتلي بها. فأنت هنا دور الأسرة أنه والله تكون الرقابة مشددة والمتابعة والالتزام كذلك بما يقوله الطبيب الذي هو يشرف على هذه الحالة.
فبلا شك نحن نؤكد على أهمية العلاج وعلى التعامل مع هذا الموضوع باعتباره مرض، وليس عيب في أنه والله المرض أن يطرح ويتم الاعتراف به ويتم التجاوب كذلك مع هذا الجانب. أيضا عليه هو أيضا أن يربى بحيث والله يقاوم كذلك النزعة الذاتية أو الحالة، أنه هو الإدمان يصل أحيانا إلى مرحلة أنه يتحول إلى حالة قهرية لا يتمكن معها الإنسان أنه والله أن يستجيب لإرادته الداخلية. لكن نحن نحرص أيضا على كل أنه نذهب به إلى مناطق العلاج، وهنالك حتى من يرون بأنه والله الإعلان عنها، هنالك اليوم مراكز كثيرة جدا تتعاطى مع المريض باعتبار والله حالة سرية أو حالة خاصة يجب التعامل معها بخفية وتستر وعدم إشهار. هذا برضو ممكن إن شاء الله يساعد على هذا الجانب. والحمد لله في عدد من البلدان اليوم نشأت عدة مراكز في سبيل أن تعالج هذا النوع من الأمراض. الحقيقة نشكر يعني هذا الطرح، ونرجو أن نكون بهذه الحلقة أطللنا الضوء وأبنا كثير مما يتعلق بخطر هذه الآفة، ووقفنا على يعني أنواع هذه الآفة وأضرارها وتأثيرها على مجتمعنا في شبابه وفي صغاره، ووضحنا كذلك كيف حقيقة نحصن هذا المجتمع في عماده والذين هم يعني حقيقة مستقبله، وأنه كيف يمكن أن نحصنهم تربويا، كيف يمكن أن نرعاهم، كيف يمكن أن نتفقدهم، كيف يمكن أن نكون حقيقة قريبين منهم، نعيش مشاعرهم. وهذه العلاقة الحميمة يعني بين أفراد الأسرة، بين كذلك الأئمة والدعاة والمسؤولين، وكذلك المربين المعلمين وغيرهم، وفي كل قطاع حقيقة كل ما كان الإنسان يعني على رأس أمر من أي مؤسسة أو أي دائرة من دوائر العمل العام أو الخاص، بقدر ما حقيقة تكثر التوعية ويكثر توضيح هذه القضايا والنقاش فيها، بقدر ما حقيقة نصنع رأي عام يحمي مجتمعنا من مثل هذه الآفات الضارة والخطيرة. وفي ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر بعد شكر الله عز وجل لفضيلة الدكتور حسن على تكرمه بما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة ومع موضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل